حكايتنا النهاردة عن كلب المذيعة أميرة شنب. تعالوا معايا نشوف الحكاية ايه. كلب المذيعة أميرة شنب المفترس متعود على مهاجمة السكان في العمارة، لا وكمان في الكومباوند بمنطقة الشيخ زايد. المشكلة ان المذيعة سايباه في حديقة العمارة اللي سورها قصير وسهل عليه تغطيته، يهاجم أي شخص، وده كان مسبب مضايقة وقلق للجيران. قرر أستاذ محمد محب أن يطلع لجارته المذيعة أميرة شنب، كان عايز يقولها ما ينفعش مكان الكلب ده مش آمن وضرورة السيطرة عليه. إلا أن هذا القرار سبب تعرضه لهجوم شرس من الكلب. أول ما خبط أستاذ محمد على الشقة، فتحت الخادمة باب الشقة، وقبل ما أستاذ محمد يتكلم كلمة واحدة خرج الكلب المفترس من خلفه على الفور وهجم عليه في مدخل العمارة قدام ابنه بلا رحمة. حاول ابنه انه يساعده عشان يبعد الكلب عنه ومعرفش، لحد ما ابنه دخل شقة أميرة شنب ليطلب المساعدة، وفعلا ابنها خرج وفك الكلب. نجحوا الجيران بعد محاولات عديدة إفلات جارهم من بين أسنان الكلب المفترس، وتحول مدخل العمارة إلى بركة من الدماء نتيجة للهجوم الشرس، وتوجهوا إلى أحد المستشفيات في أكتوبر. وبعد الفحوصات أكد الأطباء أنه بحاجة إلى الخضوع لعملية نقل أعصاب من القدم إلى الذراع المصاب الذي تم تمزقه. إصابات بالغة في الذراع والفخذ وأماكن متفرقة من الجسم، وقطع نافذ في الأوتار والأعصاب. وبعد حقنة البنج توقف القلب في العملية لمدة 30 دقيقة ودخل في غيبوبة. وقالت زوجة المصاب في أحد المداخلات: مفيش دليل يؤكد أو ينفي هل عضة الكلب السبب في دخوله للغيبوبة أم لا. أمر النائب العام بحبس المتهم المسؤول عن الكلب بمدينة الشيخ زايد احتياطيا على ذمة التحقيق لاتهامه بالتسبب الخطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله وترك الكلب دون قيد أو تكميم. تسبب الكلب لمدير البنك بقطع في الأوتار والأعصاب. للعلم النوع ده من الكلاب ممنوع في الدول الأوروبية لأنه كلب شرس وخطر. إزاي يتربى في مصر؟ أنا مش عارفة. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.